أنا درت كلمة لا بد منها إذا نودي لصلاة الأمجاد، أقول الجزائر فخر البلاد، شموع من وجع الأوطان، وقصة جزائري من قلب الجزائر العميقة. ولدت في زيامة منصورية، غرناطة الجزائر، التي قال عنها أنطونيو فيفالدي إنها الجنة الساحرة. ولدت لأكون مبدعا، ولدت لأكون مختلفا. لقد سألت نفسي منذ البداية مساري في الحيوية والنشاط قبل المهن. ماذا يفعل شاب ولد في مدينة فاضلة، مدينة البانوراما، بانوراما الطبيعة والحياة، زيامة منصورية، إذا كانت له رغبة جامحة في معرفة العالم واكتشاف البديل؟ ماذا يفعل الميت في يد غساله؟ ماذا يفعل الميت وهو الذي يحيط بالعالم، والعالم الذي فيه الكبير يأكل الصغير؟ إذ لا شيء يجعلنا نعترف بالتجديد والحقيقة سوى قربنا من الموت. لا نعرف الحقيقة إلا عندما نقترب من الموت. هي ليست ميتافيزيقيا، بل هي الحياة برؤيتها. كل صباح أمشي بمحفظتي لمسافة 3 كيلومترات، 5 كيلومترات على الأقدم. في طفولتي أستشعر الجمال وأنا في طريقي إلى المدرسة. من حولي المغروز برحم اليتم الذي فتحت عيناه على ذراعيه. المتفق عليه أن اليتم حادثة بيولوجية، ولكنه أقوى قدر من الطبيعة التي ترفض الفراغ. هذا اليتم الذي تمخض جبلا فولد شهوة رهيبة للأمل. كبرت بعد الشيء، صرت أعرف أنني شاب يزاحم قادة الإبداع في العالم ليوصل صوت الشعب والوطن، والعلم الوطني موشح على الصدر. أقابل صناع القرار بقلمي، بثقة في النفس، لأجل إيصال رسالة المظلوم من فوق الأرض، والمخاطرة من أجل استبداد الحقوق وترقية الواجبات، من أجل شرف القبيلة وقبيلتنا التي رضعنا حليبها الصحابة. من هنا حاولت أن أكون مختلفا ككامل الجميع. عايشت مخيمات الطفولة في كل العالم، في ألوان البحر وبراءة الصحراء. من هنا حاولت أن أكون شاعرا وصحفيا أقوى من الكتاب، أقرب إلى الوطن، أقرب إلى دعوة الخير. في بين قهوة على شرف اليد، رحيق للتحدي والبقاء من أجل الإبداع إلى الدعاء. رياض